مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. النهاردة هنعمل طريقة زبادي كريمي وحلوة جدا وهتوفر معانا طبعا. يلا بينا على الوصفة على طول. معايا كيلو ونص لبن، هعمل الكمية دي طبعا على يومين. كيلو ونص لبن غليته، وبعد ما غليته سيبته يهدى كده خالص، وبعد ما دفي معايا خالص كده انا مستحمله بايدي اهوت، هبتدي بقى احطه في شفشق الخلاط، واحط عليه كوبايه زبادي اللي هي البلدي. هشيل من عليها وش القشطه علشان دي طبعا خلاص خمرانه كده عند الراجل. لا احنا نبتدي بقى نعمل الخمر بتاعنا احنا، فنشيل وش القشطه كده، نديه طبعا لاي طفل كده او مثلا نسيبه كده على جنب. وهبتدي بقى احط الزبادي كلها على الكيلو ونص لبن. لو هتعملي نص كيلو لبن معاهم معلقتين زبادي، ولو هتعملي كيلو يبقى عليها نص علبة زبادي، ولو كيلو ونص علبة الزبادي اللي هي الصغيرة خالص دي. حطيت 4-5 معالق سكر علشان انا حابة الزبادي بتاعتي تبقى مسكرة كده، علشان نيجي على السحور كده ما نحطش بقى كل الولاد يفضلوا طبعا يحطوا سكر على الزبادي. لا انا حطيت 4-5 معالق عملوا معايا الكمية دي كلها، والزبادي بتاعتي هتبقى مسكره زي بتاعت بره الجاهزه. وطبعا انا مجرد ما خلطت كده اللبن بالزبادي عمل فوم معايا. الوش ده بقى وش القشطه بقى حاجه كده بجد تحفه وطعمها حلوه طبعا، وماليه الاطباق بتاعتي او البولات او الكوبايات طبعا، غير بتاعت بره بتبقى معلقتين 3 وخلاص. طيب هل انا دلوقتي هفضل بقى كل ما اجيب لبن من بره هجيب علبه زبادي بلدي؟ لا، هي اول مره، وبعد كده مش هجيب علب زبادي تاني من بره. اخر كوبايه هغرفها اقل شويه، دي اللي انا هحطها على شفشق اللبن بتاعي. تمام، احنا كده مش هنجيب زبادي تاني من بره. انا هنا شغلت الميكروويف بتاعي اللي هو الفرن او البوتاجاز بتاعنا، هنبتدي نشغله 10 دقايق، واحط كف ايدي كده من جوه. مجرد ما احس ان انا كف ايدي كده مستحملاه، ولا يبقى سخن قوي ولا يبقى بارد، خلاص كده اطفي على النار واتاكد ان انا طفيت. هبتدي بقى احط الصواني بتاعتي والكوبايات، وهتقعد معايا 4-5 ساعات. اطلع بقى كده الاطباق احطها في التلاجة 2-3 ساعات، وتبقى كده الزبادي بتاعتي بقت جاهزه. انا كده خلاص خدت الوقت هنا 4-5 ساعات، وبعد كده خلاص انا هنا كده بخرجها، بقت متماسكه معايا وبقت بجد طعمها تحفه. جربيها بجد طعمها حلوه وكريمي. وطبعا انا حاطه 4-5 معالق سكر، طعمها بجد زي بتاعت بره واحلى كمان. طبعا بقى بتاكلي كميه حلوه مش زي العلب بتاعت بره معلقتين 3 وخلاص. لا انا هنا ما شاء الله ماليه البولات بتاعتي ماشي، وفيها طبعا توفير. هوريكي بقى هنا وانا بغرف كده المعلقه، بجد الزبادي متمسكه معايا وطعمها حلوه جدا. اول مره جبنا علبه الزبادي، وبعد كده مش هنجيب علب زبادي تاني خالص. اخر بوله هنغرفها اقل شويه، دي بقى اللي احنا هنحطها كل مره على اللبن بتاعنا. بصي جميله ازاي، متماسكه خالص اهيت زي ما انت شايفه، بجد طعمها تحفه. جربيها، كل حاجه البيت طبعا بيبقى فيها توفير وبيبقى فيها خير طبعا. بصي متماسكه خالص اهي، ولا طريه ولا بتدلق مني ولا اي حاجه. بس اتاكدي ان الفرن مش سخنه خالص ولا بارده. اتاكد كده كف ايدي كده ان يعني انا قادره استحمل كده كف ايدي كده في الفرن. اطفي على العين او الزرار، تمام، وابتدي احط الكوبايات بتاعتي او الاطباق. كده خلاص خلصت معايا الزبادي بتاعتي، وكل سنه وانتم طيبين. طبعا ما احلاش السحور غير بالزبادي طبعا. يلا بقى قومي تشجعي كده ان شاء الله حتى بنص كيلو لبن كده، ويلا بقى ابسطي الولاد انك بتعملي زبادي بقى في البيت. ويا رب الفيديو الجميل دوت يكون عجبكم، وما تنسونيش تخشوا تعملوا لي اشتراك ولايك عشان انا بتبسط جدا، عشان قناتي طبعا هتكبر بيكم. والسلام عليكم ورمضان كريم عليكم يا رب.